هو ربنا عاوز يشفيني؟ احنا عارفين كويس ان المرض دخل العالم نتيجة الشر والخطية، ويسوع المسيح عشان يخلصنا من الخطية جالنا على الأرض ومات على الصليب وقام من الأموات وادانا الخلاص والغفران. طب تفتكر يسوع المسيح عمل كل ده عشان يخلصنا من الخطية ومش عاوز يخلصنا من المرض اللي هو نتيجة الخطية؟ لازم نكون متأكدين من حاجتين: إن ربنا يقدر يشفيك وإنه أكيد عاوز يشفيك، بس عشان ده يحصل ربنا عاوز نطلب منه بإيه؟ بإيمان. الكتاب المقدس بيقول كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوه، وكمان بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في المعجزة بتاعت الاتنين العميان اللي يسوع شفاهم سألهم انتوا عاوزين نعمل لكم ايه؟ قالوا له عاوزينك تفتح لنا عينينا. لما سألهم انتوا تؤمنوا اني اقدر افتح عينيكم؟ ردوا عليه نؤمن يا سيد. قال لهم بحسب ايمانكم يكون لكم. انت محتاج تصدق ان ربنا يقدر يديك الشفاء وعاوز يعمل كده. نزيفة الدم فضلت مريضة 12 سنة، ولما عرفت إن يسوع هيعدي قريب من بيتها كان ممكن تقول لنفسها ما هو أكيد عارف أنا تعبانة قد إيه، لو عاوز يشفيني كان شفاني. لكن هي كانت واثقة إنها بس لو لمست طرف طوبه هتخف، وعلى قد ما صدقت على قد ما خدت. يسوع لما سأل مين لمسني كان عاوز يمدحها ويعرف الناس بإيمانها اللي اداها الشفاء من غير ما حد يلاحظ. حب يعرفنا ازاي ايمانها مش بس اداها الشفاء، لكن رفعها من انسانه مريضه وضعيفه وخلاها بنت الملك لما قال لها يا ابنه ايمانك قد شفاكي. ربنا عاوز يكون عندك الايمان ده والثقه دي. يسوع لما كان على الارض كان بيشفي كل المرضى. الكتاب المقدس بيقول وجميع المحتاجين الى الشفاء شفاهم. خلي عندك ايمان ان يسوع بيحبك، وإنه مش هو أبدا اللي بيسبب المرض لكن هو الشافي، لأنه قادر يشفيك ودايما عاوز يشفيك. يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك. لو عاوز تتعرف عليه تعالى واشترك في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.